لازم نفرقوا بين التقاعد المسبق والتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. المسبق مازال كاين. المسبق هو اللي تكلم عليه واحد الاخ وقال باللي المسبق هو الشركات اللي يعني الشركات كي تجي تلحق الوضعيه معينه تكون في ظروف معينه تقدر تروح لاجراء التقاعد المسبق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد عليه وعلى ال بيته افضل الصلاه وازكى التسليم. مرحبا بكم جميعا في القناه. كما شفتوا تصريح تاع سيد فيصل بن طالب وزير العمل اللي كان يجيب على اسئله النواب، وهذا الفيديو كما راكم تشوفوا انتشر كالنار في الهشيم، وديما نستغرب من هذه الفيديوهات اللي تنتشر فعلا كالنار في الهشيم. نتمنى انه كل واحد عندما ينشر فيديو يكون متاكد تماما مما يقال فيه. الفيديو للأسف الشديد انتشر في صفحات الفيسبوك ونال أكثر من 3000 بارتاج. وش معناتها؟ يعني على الأقل يكون واحد 10,000 إنسان شاف هذا الفيديو وهبط له المورال. ولكن كي نرجعوا للفيديو الأصلي ما راحش نلقاو حتى دليل على أنه السيد وزير العمل قال بين ما كاش تقاعد مسبق وما كاش تقاعد نسبي. كل ما في الأمر أنه قال باللي التقاعد والسيستم تاع التقاعد مبني على التضامن. هذه أولا حاجة نعرفوها. قال باللي التقاعد النسبي جاء في واحد الوقت اللي المؤسسات كما نقولوا كانت في وضعية صعبة، يعني أعلنت إفلاسها إلى آخره، وكاين مؤسسات أممت، فاضطروا أنه المشرع الجزائري يدير التقاعد النسبي وبقى يمشي. ولكن لم يقل تماما، اسمعوا الفيديو من الأول للأخير، لم يقل تماما أنه ما كانش تقاعد مطلق نسبي والله ما كانش تقاعد مسبق، يعني كان يشرح في المنظومة نتاع التقاعد فقط. شوفوا معايا الفيديو وراح تتأكدوا بأنفسكم. به المرة القادمة لا تنخدعوا بالعناوين، ولكن اسمعوا للكلام. اسمعوا معايا الفيديو ونركز لكم، نحاول نركز لكم على أهم النقاط فقط، وراح تشوفوا. صحيح هو قال باللي التقاعد النسبي والتقاعد المسبق جاء في وقت، يعني الأسلوب كان مختلف شوي على أسلوب وزير العمل السابق، ولكنه لم يقل أبدا لا تقاعد مسبق ولا تقاعد نسبي في المستقبل. هو يهدر على وقائع وش كاين الآن. شوفوا معايا الفيديو واعطوني رأيكم في الأخير. وهي بخصوص يعني أود التأكيد على أنه يعني المنحة، الفرق بين المنحة والمعاش، يعني مش راح تتلاقى المنحة بالمعاش، لأنه المعاش يبدأ من 15,000 دينار، ومجرد أنه عنده معاش يروح ل 20,000 دينار جزائري. المعاش الحد الأدنى تاعو هو 20,000 دينار، والمنحة تطلع ل 15,000 دينار. لأن لما نتكلموا على التقاعد النسبي لازم نفرقوا بين التقاعد المسبق والتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. المسبق مازال كاين. المسبق هو اللي تكلم عليه واحد الاخ وقال باللي المسبق هو الشركات اللي يعني الشركات كي تجي تلحق الوضعيه معينه تكون في ظروف معينه تقدر تروح لاجراء التقاعد المسبق، ومن بينها يعني ان بلون سوسيال، يعني مع الشراكه مع الشركه الاجتماعيه وكذا تروح للشركات اللي رايحه للافلاس تقدر تروح للتقاعد المسبق. اذا التقاعد المسبق مازال الشركات الاقتصاديه اللي راهي رايحه للافلاس ولا راهي رايحه عندها مشاكل اجتماعيه كبيره تقدر تروح للتقاعد المسبق. فيه اجراءات يحددها قانون العمل 90/11 وهذا ياكد باللي التقاعد المسبق مازال. اما التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لازم نفهموا كيفاه جا. ما كانش كاين لما كان التقاعد كاين، ما كانش كاين تقاعد نسبي وتقاعد دون شرط السن. جاء في ظروف خاصه، جاء في سنه 97 وجاء في ظروف كانت تمر بها البلاد انذاك، وجاء في اطار يعني في اطار التعديل الهيكلي اللي سنه صندوق النقد الدولي، وين كان تسريح للعمال، يعني غلق اكثر من 1000 مؤسسه، 400,000 عامل تم تسريحهم. جاء هذا الاجراء الاستثنائي اللي هو الاصل فيه استثنائي، تقاعد نسبي وتقاعد دون شرط السن، ولكن من بعد مده تم الاستغناء عنه بعد مرور من 97 حتى ل 2016، واللي هو احد يعني اسباب عدم توازن، احد بنسبه كبيره توازن صناديق الضمان الاجتماعي، وعلى راسهم صندوق التقاعد. الاشتراك كي نحسبوه 34.5%. وش هي 34.5%؟ هي 13% للتأمينات الصحية الاجتماعية،
هي 1.25% لحوادث العمل والأمراض المهنية، هي 18.25% للتقاعد، هي 1.5% للبطالة، وهي 0.5% للتقاعد المسبق، والمجموع 34.5%. هذا في الأجراء. في غير الأجراء هي 15% للمشترك عن طريق التصريح، 7.5 تروح للتقاعد، و7.5 تروح للتأمينات الاجتماعية. ما عندهمش إلا هما التعويض على التعويض النقدي، يعني التعويض النقدي يديو غير التعويضات العينية. يعني هذا يخضع، هذا الاشتراك خاضع للخصوصية تاع الجزائر، لانه في المعيار تاع ديمومه منظومه الضمان الاجتماعي لازم نراعيو الحاجه اللي نسميوه حنا المعامل الديموغرافي، لو كويفيسيون ديموغرافيك اللي تاكدوا عليه تتكلموا عليه الاخوه قبل، اللي هو 5 مشتركين لمتقاعد واحد. اي مش قضيه يعني اموال 5 مشتركين لمتقاعد واحد، هي ستيل تاع نظام، ستيل تاع نظام ضمان اجتماعي مكيف مع دستور جزائري، مع عقليه جزائريه، مع شعب جزائري، مع يعني نظام مبني نشتركوا في القواعد العامه فيه مع الدول اللي متبنيته، ولكن حنا عندنا خصوصيه تاعنا وعلى ذلك الاشتراك. كي نقولوا معدل يا جماعه، معناتها ما تشوفش هذاك اللي كوتيزي، كاين اللي كوتيزي 3 ملايين واش، كاين اللي كوتيزي 5 ملايين 6 ملايين، المعدل نحسبوه معدل 8 ملايين. 4 ملايين هذيك اللي تروح له التامينات الاجتماعيه. هذا الانسان مثلا اللي كوتيزا مثلا 10 سنين 4 ملايين للتامين الاجتماعي، قداش جا 40 مليون. لا قدر الله تعرض هو ولا ذوي الحقوق نتاعو اللي حادث، يعني يتطلب عمليه جراحيه تاع جراحه القلب مثلا. جراحه القلب تعرفوا العمليه قد تسوى، قادت لك حتى 100 مليون. هل هذا مول 4 ملايين يقدر يغطي العمليه تاعو؟ يجي يغطيها عليه واحد اخر اللي ربي ما قاعد يخلص وما مرضش الحمد لله، سينو يقول لك رومبورسيني، انا ثاني ما مرضتش رومبورسيني، هاو الحمد لله ستر ربي ما مرضش، يخلصها على هذا تاع 4 ملايين. هذا هو التضامن، كيلو ساعات نظام تضامني. لانه كي تشوف انت تجيك من الخيال كيف السيد كوتيزا 4 ملايين، كي تضربها في العشره 40 مليون، هاي ما كفاتوش، ما تكفيش العمليه الجراحيه. وما تنساش باللي احنا ذوي الحقوق تاعنا 3 او كل فروع تمنا اكبر ذوي الحقوق وما عندنا. بالك صح، بالك دركا بالك كاين ذوي الحقوق اللي ما عادوش كاينين، ولكن في الناحيه التشريعيه، في التشريع متكفل به. لانه كي تشوف في التشريع المؤمن له اجتماعيا، الزوج تاعو ولا الزوجه تاعو مؤمن لها اجتماعيا باسمه هو، والديها باسمه هو يعني كتعود هي مؤمن لها اجتماعيا، الزوج تاعها والديه باسمه، خوالها باسمه، عمومها باسمه، ولادو باسمه، الاب والاخر باسمه. معناتها النظام تاعنا من الناحيه التشريعيه عنده الحمايه الاجتماعيه الكبيره خلاص، وهذه لازم نثمنوه كجزائر. إذا كما شفتوا ما قالش السيد وزير العمل لا تقاعد مسبق ولا تقاعد نسبي ابدا، شرح فقط. إذا أعتقد أنه هذه القرارات الكبيرة يتخذها السيد رئيس الجمهورية، وحسب ما نشوفوا السيد رئيس الجمهورية كل قراراته منذ يعني توليه منصب الرئاسة كانت إيجابية، خصوصا في رفع الأجور، تثمين الشهادات، زيادة في منحة البطالة، إنشاء منحة البطالة، رفع الأجور في الوظيفة العمومي، الزيادة الثانية في الوظيفة العمومي، الزيادة الثالثة في الوظيفة العمومي. إن شاء الله تكون دائما القرارات إيجابية وتخدم المواطن وترفع في القدرة الشرائية. لا أتوقع تماما أنه راح يحبسوا التقاعد 32 سنة، بالعكس نتوقع صدور في أي لحظة مرسوم رئاسي اللي يشرع التقاعد 32 سنة عمل. كونوا متفائلين، تفائلوا خيرا تجدوا، وما تتبعوش الأخبار الكاذبة. في الأخير ما تنساوش ادعمونا في الإعجاب، لا حبيتوا طبعا اشتركوا في القناة وتهلاو في روحكم وتهلاو في بعضكم، هذا هو الأهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.